الوصفه دي بقى سهر جامده جدا بالشيتوس. اي حاجه فيها دوريتوس شيتوس انت دايس فيها على طول. جاب الفراخ قطعها قطع وبعدين حطها في دقيق وبيض، وبدل البقسماط بقى حطها في الشيتوس. جبنا الشيتوس ونكسره بقى. خلاص يا مروان والله صعب عليا خلاص. تعمل ايه يا مروان؟ صعب عليا خلاص. نوديه بقى هنا. ندخل بقى على الشغل التقيل. نحطها هنا في البقسماط. بقسماط ايوه ايوه زي الفل ايوه. نحطها في البيض. بيض. في البقسماط كنت هقول تاني. في البقسماط تاني. انت مصمم مش قادر تستوعب ان في فراخ من غير بقسماط. ايوه. وبعدين نحطها في البقسماط. ايوه. اللي هو الشيتوس. ورينا بقى اللون بقى. ايوه بقى يا مروان. لازق جامد. تاني واحدة. الله شكلهم حلو قوي. الله ايه ده؟ اهي دي بقى انا متوقعه ان طعمها يبقى تحفه. انت متوقع ايه؟ انا متوقع هتبقى جامده جدا. الفوضى اللي حصلت دي. فوضى فعلا. احنا هنحتاج لنا نص ساعه تنظيف في الكلام ده. هننضف بقى على ما ايه؟ على ما تمسك نفسها في الفريزر. هما ما عملوش كده يعني، هو ما حطهاش بس احنا هنحطها عشان خاطر نتاكد ان الشيتوس مش هيقع. ندخله بقى الفريزر. شوف بقى حصل ايه. مسكت نفسها شويه. حلو. ناخد اول واحده بقى نحطها في الزيت. بسم الله. بس هنعرف انها استوت امتى؟ ايه ده؟ هي لون احمر، هنعرف انها استوت امتى؟ هنسيبها بقى ايه يعني، المفروض تقعد 3 دقايق مثلا في الزيت. بص الست. واو. ايه ده؟ واو. كده خلاص. الله ايوه كده اتحمرت اهي. المره الجايه بقى هنحط واحده كبيره. بس المره اللي فاتت حطينا واحده بس عشان خاطر نفهم هي بتعمل ايه. هحط بقى المره دي ايه؟ واحده مع بعض. اهم حاجه تبقى غطسه كلها في الزيت عشان خاطر كله يطلع لون واحد. يطلع بقى اخر قطعه. هو كمان عمل هاني ماسترد فاحنا هنعملها، بس هو حط مايونيز عليها احنا ما عندناش، بس هنجرب اللي هو عمله مع شويه عسل بقى. هنقلبهم. تعالوا نشوف بقى شكلها من النص عامل ازاي، استوت ولا ايه. واو شكلها حلو جدا. الالوان ابيض في احمر. بص بقى حط بقى دي كمان. ايوه بقى ريحتها فظيعه. ريحتها مبدئيا كده رهيبه. مبشره. يلا بسم الله. ايه ده؟ إيه؟ لا جامده جدا. ازاي دي ما فيهاش خلطه خالص، طعمها تحفه.